بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو تكميل الفيديو السابق الخاص بدراسة هذه الدالة. في الفيديو السابق درنا تغيرات ورسمنا منحنى الدالة، هو هذا اللي أمامكم. في الجزء الثاني غنكملو المسألة. في الجزء الثاني عندنا غنبداو من السؤال 5 أ متعلق بالتكامل وفي حساب المساحة. سؤال 5 أ: تحقق أن هذه الدالة هي دالة أصلية لهذه على المجال 2/4. لكل إكس من إيرادوار لدينا اش بريم. نديرو مشتقة جداء دالتين برودوي دو فونكسيون هي ان سول إكس بريم إكسبونسيال بلس ان سول إكس إكسبونسيال بريم. عندنا ان سول إكس بريم هي موان ان سول إكس كاري، و إكسبونسيال إكس موان كات بريم هي نفسها إكس إيكال moins 1 seul x carré plus 1 seul x exponentiel x moins 4 فاكتوريزيت اكسبونسيال. هنا وحدت المقامات، دونك هنا ضربت هذا في x، دونك يكون x moins 1 على x carré اكسبونسيال. كما تلاحظون هذه هي بوتي h، دونك فعلا غران h دالة أصلية لبوتي h على إيرادوار، وبالتالي غتكون دالة أصلية على المجال 2/4، مكاينش مشكل. السؤال الآخر قال لي تحقق أن اف لإكس تكتب بهذا الشكل: اف لإكس إيكال، هنا جو ديفلوب هادي تعطيني إكس كاري موان 4 إكس بلس 4 سور إكس كاري نضرب في 8 و سيباريتها على دو فراكسيون 8 إكس كاري سور إكس كاري موان 32 إكس بلس 32 سور إكس كاري. صادون هنا إكس كاري تسامبليفا تعطينا 8 إكسبونسيال موان هنا فاكتوريزيت ب 32 إكس موان 1 سور إكس كاري إكسبونسيال هي لي مطلوبة. السؤال الموالي: احسب التكامل. عندنا إكسبونسيال إكس موان 4 الأصلية هو نفس الدالة إكسبونسيال إكس موان 4، حيت إكسبونسيال إكس موان 4 بريم هو نفسو. دونك الصورة 4 هي إكسبونسيال 0 ناقص إكسبونسيال 2 هي 1 ناقص 1 على أو كاري، هي أو كاري ناقص 1 على أو كاري. واحسب بالسنتيمتر كاري مساحة الحيز المحصور بين سي ومحور الأفاصيل والمستقيمان إكس إيكال 2 إكس إيكال 4. 2 4 المساحة هذه المساحة هي المطلوبة. القاعدة كتساوي التكامل ديال القيمة المطلقة لإف لإكس دي إكس يو أ. التكامل كيساوي اف لإكس نفسها، حيت اف موجبة في المجال 2/4. نعوض نفرقو على 3 تكاملات، 2 دي إكس زائد هذه دي إكس زائد هذه. تكامل 2 دي إكس هنا خرجت 8 وهنا خرجت 32. هذا الأصلية ديالي اللي شفناها في السؤال السابق هي غران اش، إكس موان 4 خرجناه، وهنا 2 الأصلية هي 2 إكس. إذا هذا يعطيني 2 إكس أونتر كروشي، وهذا حسبناه في السؤال السابق عطاتنا هاد القيمة، وهاد الدالة الأصلية ديالها هي 1 سور إكس إكسبونسيال. نحسبو غادي يعطينا 4 أو كاري زائد 8 على أو كاري، وعندنا وحدة قياس المساحة هي 1 سنتيمتر كاري، حد عطينا منظم إي كيساوي منظم جي كيساوي 1. إذا غتولي المساحة ديالنا هي 4 أو كاري زائد 8 على أو كاري سنتيمتر كاري. الجزء الثاني عندنا الدالة جي، هذا هو الشكل ديالها. واحسب جي الكات. تحقق أن جي لإكس كتكتب بهذا الشكل. تحقق أن إكسبونسيال إكس موان 4 ناقص 1 سالب، ثم استنتج أن جي لإكس سالبة. تحقق أن اف لإكس موان إكس كتكتب بهذا الشكل. استنتج أن اف لإكس صغر من إكس.
متتالية يطلب لنا نلقاو النهاية ديالها. جي ل4 تساوي 0. الوغ نشوفو هاد الصيغة نشروها، نعاودو الحساب تعطينا عطاتنا بالضبط جي ل إكس. دونك فعلا جي ل إكس تكتب بهاد الشكل. دونك شدينا هاد الصيغة نشرنا عاود بسطناها عطاتنا جي ل إكس. الوغ قالي بين أنو إلا كان إكس محصور بين 2 و 4 فإن هاد القيمة سالبة. إكس محصورة بين 2 و 4 إذا إكس ناقص 4 غتكون محصورة بين ناقص 2 و 0. غندير إكسبونسيال. دونك إكسبونسيال إكس ناقص 4 صغر من إكسبونسيال 0 اللي هو 1، وبالتالي إكسبونسيال إكس ناقص 4 ناقص 1 سالب هي اللي مطلوبة. إذا إكس كاري مضروب في هذا غيكون سالب حيت إكس كاري موجب، وعندنا ناقص إكس ناقص 4 أو كاري حتى هو سالب. إذا المجموع غادي يكون كلشي سالب، يعني جي ل إكس سالبة. نشوفو دابا إف ل إكس ناقص إكس. الوغ نشوفو هاد الصيغة تساوي، غادي نكتبو قيمة جي ل إكس نديفلوبيو إكس ناقص 2 إكس ناقص 2 تعطينا هنا 8 إكس ناقص 2 أو كاري إكسبونسيال ناقص الأخرى إكس كاري إكس موان 2. نقسمو على 2 الكسور تبقى بهاد الشكل. هنا غتسامبليفا إكس كاري، هنا تعطى ناقص إكس زائد 2 هي 2 زائد 8 ناقص إكس. وعندنا إف ل إكس هي هادي. إذا فعلا إف ل إكس ناقص إكس. ألور شفنا إف ل إكس ناقص إكس كتساوي هادي. عندنا إكس ناقص 2 موجبة إذا كان إكس كتنتمي ل2 و 4، و جي ل إكس سالبة. إذا هاد الكسر كلو سالب، يعني إف ل إكس ناقص إكس سالبة. إذا إف ل إكس صغر من إكس. لكل إكس من المجال 2 و 4 إف ل إكس صغر من إكس. المتتالية هذا الشكل ديالها. السؤال الأول نبينو أن يو أن محصورة بين 2 و 4. عندنا يو زيرو كيساوي 3، إذا فعلا محصورة بين 2 و 4. نفترض أن يو أن محصورة بين 2 و 4 ونبين أن يو أن بلس 1. يو أن محصورة بين 2 و 4، إذا إف ل يو أن محصورة بين إف ل 2 و إف ل 4 لأن إف دالة تزايدية على المجال 2 بلس لانفيني، الدالة تزايدية. عندنا إف ل 2 كتساوي 2، عندنا إف ل 4 كيساوي 4. إف ل 2 كتساوي 2 و إف ل 4 حتى هو كيعطينا 4. دونك هنا غتولي عندنا يو أن بلس 1 محصورة بين 2 و 4. إذا بالترجع يو أن محصورة بين 2 و 4 كيلكو سوا 1. نبينو أن يو أن متقاربة حسب السؤال جوج باء لدينا لكل إكس من 2 و 4 إف ل إكس صغر من إكس، وعندنا يو أن بنفسها محصورة بين 2 و 4. إذا إف ل يو أن صغر من يو أن، يعني يو أن بلس 1 صغر من يو أن. إذا يو أن تناقصية، وبما أنها مصغورة بالعدد 2 فهي متقاربة. نحدد نهاية المتتالي يو أن. ألور عندنا يو أن بلس 1 كتساوي إف ل يو أن، وعندنا يو زيرو كيساوي 2 ينتمي للمجال 2 4، وعندنا يو أن متقاربة، ولدينا إف متصلة وتزايدة على 2 بلس لانفيني. إذا إف متصلة وتزايدة على المجال 2 4.
ولدينا اف ديال المجال جوج ربعة هو نفسه اف لي جوج اف لي ربعة هو جوج ربعة هو نفسه هو اي اف لي اي إيكالا اي. إذا نهاية المتتالي الآن هو حل المعادلة اف لي إكس إيكالا إكس في المجال إي. اف لي إكس إيكالا إكس تكافئ ألور المعادلة اف لي إكس إيكالا إكس كتعني اف لي إكس ناقص إكس تساوي صفر، وحسب السؤال السابق لقينا اف لي إكس ناقص إكس هي إكس ناقص جوج جي لي إكس على إكس كاري تساوي صفر. إذا إكس ناقص جوج تساوي زيرو أو جي لي إكس تساوي زيرو، غتعطينا إكس تساوي جوج أو إكس تساوي ربعة، حيت لقينا جي لي ربعة كيساوي صفر في الجزء الأول. الحل ديال جي إكس إيكال زيرو هو ربعة. إذا المتتالية الليميت ديالها غتكون يا إما جوج يا إما ربعة، ولكن عندنا أن تناقصية محصور بين جوج و ربعة، دونك الليميت غتكون جوج ماشي ربعة. وبذلك نكون كملنا هاد الجزء من الفيديو. نتمنى لكم التوفيق في انتظار فيديو آخر.